لكرة القدم الأمسية السنوية الرمضانية اللي تجمع بين 4 فرق اللاعبين القدامى نادي السلام الرياضي بالعوامية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الحمد لله رب العالمين. هذا التجمع السنوي الرمضاني الكروي الرياضي لقدامى لاعبين نادي السلام، تقريبا التجمع السابع المستمر، والذي يجمع قدامى النادي من أجيال الستينات والسبعينات وأيضا الثمانينات والتسعينات. وهذا الشيء التجمع الحقيقة اللي يمكن يضمك فوق 70 لاعب، يعكس بالنسبة إلينا الحقيقة الترابط والوحدة وأيضا التلاحم والعلاقة ما بين جميع أفراد منسوبين النادي من مختلف الأجيال، والتسلسل هذا الذي تم. وإن شاء الله تستمر مثل هذه المناسبات وهذه الفعاليات بوجود هذه الكوكبة وأكثر أيضا، ونتمنى النجاح أيضا إلى مزيد من الفعاليات، سواء كان أمسية السنوية أو أيضا ربعية ودورية لهذه الكوكبة إن شاء الله، اللي نفتخر بتجاوبها أيضا وتواجدها بيننا وفي ناديهم. وشكرا لك. حقيقة احنا الليلة سعيدين في هالجمعة اللطيفة هذه، قدم بالشكر لإدارة النادي الموقرة حقيقة على هالجمعة اللطيفة اللي ممكن تتكرر سنويا، وحقيقة نلتقي فيها اخواننا منسوبين نادي القدامى والجدد حقيقة، فهي مناسبة وأمسية جميلة، ونتمنى إن شاء الله أنها تدوم علينا إن شاء الله سنة بعد سنة ومن أفضل لأفضل إن شاء الله. وبهالمناسبة طبعا نبارك لإدارة نادينا الموقر صعود نادينا لمصاف الدرجة الثالثة ومنها للأعلى إن شاء الله، ونشوف إن شاء الله في الدرجة الثانية إن شاء الله في العام القادم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الشكر والتقدير إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي السلام العوامية على تنظيم هالفعالية السنوية، ونتمنى أنها تستمر إلى الأعوام القادمة، والجميع إن شاء الله في خير وصحة وسلامة. السلام عليكم، كل عام وانتم بخير. نشكر إدارة النادي على إقامة الفعالية هذه، حضور كوكبة من اللاعبين القدامى ما شاء الله، دورة وفعالية ناجحة بكل المقاييس، بالحضور باللاعبين بالأداء، وإن شاء الله تستمر في العام بخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آل بيته وصحبه المنتجبين أجمعين. نشكر صراحة النادي على هذه الفعاليات اللي قام فيها خلال الشهر كله، فعاليات جميلة تخدم المجتمع وجميل، ونسعدنا جدا أن نشوف هذا الأفراد المجتمع ملتمة حول النادي تحضر هذه الفعاليات وتشارك فيها، من الصغار إلى الأكبر سنا ما شاء الله، والشباب جميع الفئات العمرية. وسعدنا جدا صراحة اليوم بدنا نشوف هذا الشباب الموجودين الآن اللي خارج المجتمع يوصفوهم بكبار السن، اليوم يناطحوا مثل أصغر الشباب ما شاء الله. لعب جميل وممتع، سعدونا وبهجونا بحضورهم ووجودهم. وأيضا نشكر إدارة النادي بالأخص الإدارة التنفيذية وبرغد وإدارة الفعاليات والعلاقات العامة على كل الجهود اللي بذلوها لنجاح الفعاليات في هذا الشهر الكريم، وكذلك نخص بالشكر الإدارة الإعلامية وأعضاء الفريق الإعلامي كامل. يعطيكم العافية جميعا وشكرا لكم على جهودكم، مبارك عليكم الشهر وعيد مبارك كذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما شاء الله عليكم، الأجواء جدا جميلة، وهذه فرصة إن شاء الله لاكتشاف المواهب. يعني في عندنا صراحة مواهب مميزة جدا الليلة، وإن شاء الله ننتظرهم في دوري الدرجة الثالثة. يلا حياكم الله، أهلا وسهلا بهذه الأمسية الجميلة جدا، أمسية جميلة لما نشوف هالوجوه الحلوة هذا الموجودين الأعلام الأمير عزيز والنعم فيه. أنا لما أشوفه خلاص أنسى كل شيء، بس المباراة الأمسية هذه حلوة جدا، نتمنى إن شاء الله تكمل ونتمتع بها اللي احنا موجودين. احنا ما لعبنا بس كنا موجودين معاهم. واشكر جميع النقابة هذا الحفل الجميل، واشكر النادي واشكر كل واحد. طبعا هذا التجمع الرياضي لكرة القدم نادي السلام الرياضي بالعوامية السنوي، هذا حقيقة هو من أحلى التجمعات. حقيقة احنا ننتظر هذا التجمع من السنة للسنة، لأن كثير من الشباب أو من الشياب خلينا نقول أو الكهول المجاميع هذه اللي حاضرة ما نلتقي معهم، وهم ما يلتقوا مع بعض
الا في السنه مره واحده. فهذا اللقاء لقاء جميل جدا جدا صراحه. احلى ما فيه انه هو الملتقى هذا، هو بغض النظر عن المهاره واللعب والفايز والمهزوم، هو افضل شيء فيها هو الملتقى الرياضي هذا. واللي انا يعني صراحه نقطه احب اقول ابو امجد رئيس النادي، انه لازم يسوي ترتيب الى هالمجموع هذا، على الاقل تكون مرتين في السنه يكون هذا الملتقى، افضل ما يكون في السنه. يعني يقول لهم قبلها بكم يوم يجهزوا حالهم على الاقل يجروا ويمشوا كذا ويلعبوا على الاقل مرتين في السنه ان شاء الله. وكل التحايا لكم، ومشكور الى اداره النادي على هذا التجمع الجميل. اشكر اداره نادي السلام العريق على التجمع السنوي اللي يلم جميع الفئات، حقيقه الفئه العريقه والفئه المتوسطه وبعض الفئات الحديثه، الشباب المرموق. فاتمنى ان يتم التواصل في الحدث الرائع السنوي هذا على مدى السنوات القادمه، حتى احنا نعيشها ونتمنى نلعب مع الشباب الجديد. شكرا لاداره النادي على هذا التجمع اللي صراحه ننتظره سنويا ان نتواجد هنا مع نخبه كبيره من الشباب. يعني صار لنا تقريبا نلتقي في السنه مره واحده، فاللقاء هذا يكون يعني ننتظر فارغ الصبر. يعني الحمد لله نشكر اداره النادي على هذا الجهد، ونبارك الى عواميتنا الحبيبه بالتاهل الى والصعود الى دور الدرجه الثالثه، ويعطيكم الصحه والعافيه. نشكر والله هذا اداره نادي السلام على هذا التجمع السنوي الذي يعيدنا الى الاجواء الرمضانيه وايضا الاجواء الرياضيه اللي كانت العواميه دائما سباقه في الدورات الخيريه ايضا. وهذه يعني هذه التجمع يعد يعني من افضل ما اللي ينتظره جميع يعني الرياضيين في البلده، خاصه لاعبين كره القدم القدامى. وهذا احتفائيه ومهرجان يعد يعني ينتظره الجميع دائما. شكرا للنادي ونبارك له طبعا على الصعود هذا العام الى الدرجه الثالثه، وان شاء الله مستقبل كره القدم الى خير. شكرا لكم. هني نفسي اولا وهني الجميع سواء مجلس اداره ومحبين لهذا الكيان بصعود نادي السلام من الدرجه الرابعه للدرجه الثالثه، متمنيا لهم ان شاء الله الموفقيه في الدرجه الثالثه والصعود ان شاء الله للدرجه الثانيه، ومنها ان شاء الله الى الدرجه الاولى والممتازه. ويعني كما قال حقيقه اديبنا الكبير وشاعرنا الكبير سعود عبد الكريم الفرج ابو عبد العزيز عندما قال: يمضي الزمان وياتي الزمان وتبقين عواما دار لنا، ويبقى صحيح ويبقى العواميه دار لنا جميعا، ونادي السلام دار للجميع وحاضن للجميع، وتمنياتي للجميع بالموفقيه. والسلام عليكم ورحمه الله. في البدايه مقدما نقول كل عام والجميع بألف خير، ومن العايدين الفائزين مقدما. هذا أول شيء. ثانيا أبارك إلى إدارة نادي السلام ولاعبي نادي السلام وأبناء نادي السلام للصعود لمصاف الدرجة الثالثة، وإن شاء الله إلى الثانية والأولى وإلى دوري الدرجة الممتازة بإذن الله. هذا التجمع تجمع جميل سنوي تشكر عليه إدارة نادي السلام لحرصها الدائم على استمرارية هذا التجمع السنوي اللي فعلا يجمع كثير من الشباب اللي ما يتلاقوا إلا في السنة مرة واحدة تقريبا. وهذه من الميزات الرمضانية المباركة. كل الشكر لإدارة النادي على إصرارهم واستمراريتهم لهذه الفعالية. شكرا جزيلا. اولا اشكر اداره نادي السلام على راس ابو مجد على هالتجمع الجميل هذا بين المخضرمين وجيل عبر جيل، وفعلا يعني تجمع ترفيهي فكاهي، فعاليه فعلا امسيه جميله. اشكر اداره النادي واشكر جميع من حضر وسجل اسمه من اللاعبين مخضرمين ونجوم كان لهم صوله وجوله في الملاعب مثل نادي السلام. وشكرا
لاداره نادي السلام وشكرا للجنه الاعلاميه، ونلتقي ان شاء الله كل سنه في هذه الفعاليه واحنا بخير وصحه وسلامه. يعطيك الف عافيه. هذه المباراه صراحه مباراه تجميع كروي الى العواميه كلها والى الفرق الثانيه، ونبذه عن الفرق القديمه الحنون والتعاون والمجد، وهذا فتلم مجموعه وكلهم لاعبين قدامى وكلهم اصدقاء وللتعارف برضا، للتعارف الاخرين كلهم، يعني في ناس قديمين ما شفناهم صراحه ونشوفهم الان ونسلم عليهم وكلهم في قلب واحد. يعطيك الف عافيه، وان شاء الله كل سنه وكل سنه ان شاء الله.